السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده المنين. المكونات اللي معايا 2 كيلو من الدقيق، جبتهم كده نخلتهم، ومعايا 3 معالق كبار من النشا، معلقتين كبار من السمسم، معلقتين كبار من الخميره الفوريه، رشه ملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان معلقتين كبار من السكر. هنزل بكل المكونات اللي معايا ديت على الدقيق، وهبدا اخلطهم كلهم كده مع بعضيهم، وهضيف لهم كمان 3 كوبايات من السمنه، كوبايه العصير العاديه خالص الموجوده عندنا في كل بيت يعني. هي ديت اللي انا بعاير بيها السمنه او السكر. هخلط كده كل المكونات اللي معايا كده مع بعضيها، وبعدين هنزل بكميه السمنه اللي معايا. وكمان معايا لبن هعجن بيه. طبعا انت لو حابه تعجني بميه مفيش اي مشكله يعني، بس اللبن بيخلي طعم المنين بتاعك بيكون حلو كده ومميز. لو حابه مثلا تخلي نص الكميه مثلا لبن ونص التاني ميه، براحتك يعني. بس طبعا ما تنزليش بكميه اللبن او الميه مره واحده على العجينه بتاعتك، عشان خاطر متطرش منك وتبقى مش حلوه. لا، واحنا بنعجن كده هننزل كده حبه بحبه كده لحد العجينه بتاعتنا ما تلم خالص، عشان يعني بعد كده العجينه هتطرى وتبقى مش حلوه معاكي. ادي كده يا بنات خلطت كده كل المكونات اللي معايا مع بعضيها، الخميره والنشا والسمسم والسكر والدقيق والملح والبيكنج باودر، وبعدين نزلت بيه بالثلاث كوبايات من السمنه، وهبدا كده اشرب الدقيق بتاعي السمنه لحد ما يبقى عامل زي حبيبات الرمل كده. بعدين هبدا انزل كده باللبن، وهبدا ان انا الم العجينه بتاعتي. الحركه ديت بتخلي المنين بتاعك بيكون دايب ويكون طعمه حلو. شربته كده الدقيق كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده السمنه. هبدا كده يا بنات ان انا انزل كده باللبن، زي ما بقول لكم كده ننزل باللبن كده حبه بحبه يعني لحد العجينه بتاعتنا ما تلم ونوصل للقوام اللي احنا عايزينه. بكده يا بنات ادي العجينه بتاعتي بعد ما لميتها خالص، ده شكلها. اخدت كده اكتر من نص كيلو من اللبن، وكمان ضفت كده مج صغير خالص من الميه. طبعا العجينه بتاعتنا طريه ما شاء الله وحلوه، وشوف كمان لمت من الطبق اللي انا عجنت فيه يعني، ما شاء الله العجينه كانت حلوه معايا. ادي كده المج اللي انا ضفته كده ميه. هبدا كده ان انا اغطي عليها وهسيبها كده لحد ما تخمر، وبعد ما تخمر هرجع اوريكم كده شكلها كده بعد ما اختمرت، وهنرجع نشكلها كده مع بعضينا. انا بغطيها كده بشنطه، وبعد وفوق الشنطه كده بحط على الطبق بتاعي بحطه في كده فوطه، عشان الشنطه كده بتخلي العجينه بتاعتنا تسخن والخميره تشتغل وتختمر اسرع. ادي كده يا بنات العجينه ما شاء الله بعد ما اختمرت ده شكلها. هنبدا كده ان انا ناخد منها كور صغيره كده، وهبدا افردها معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا لو حابه ان انتي تحشيها عجوه او ملبن براحتك يعني. انا هحشي جزء منها عجوه، وجزء التاني هخليه ساده، بس هما الاغلبيه يعني ان انا خليتهم ساده بصراحه يعني. عملت جزء بسيط خالص منهم بعجوه. هنا كنت باخد قطعة العجينة بفردها كده بالطول زي ما انتم ما شايفين، وباخد كده العجوة ببرمها كده بالشكل ده، وبحطها في قلب العجينة، وبعدين الف العجينة بتاعتي وهبدأ اقطعها معاكم. بصي يا بنات بعد ما حطيت كده العجوة هبدأ كده ان انا الف العجينة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
طبعا كمان لو حابه تدهني الوش بتاع المنين بتاعك، تدهنيه كده بيض وتحطي رشه كده من السمسم براحتك يعني. بس انا حبيت ان انا اخليه كده، هسويه زي ما هو كده يعني، ولا هحط سمسم. استكفيت بكميه السمسم اللي انا ضفتها في العجينه، ومش هضيف له بيض خالص، هخليه كده ياخد لون منه فيه كده من غير بيض ولا اي حاجه يعني. هنا كنت بجيب الشوكة كده وبظهر كده الشوكة، وابدأ ان انا كده ايه، اخد كده خط كده على العجينة، بحيث ان هي لما تستوي يكون شكلها حلو معايا. بسوي العجينة كده عشان يكون شكلها كمان حلو معايا. وببدأ ان انا اقطعها، ما بحبش ان انا اقطعها يعني قطع كبيرة، بحاول ان انا اخلي القطع كلها حجم واحد. كمان الجزء اللي انا عملته في الاول، حسيت ان هي المنين بتاعي كبير، حجمه كبير، فبدأت ان انا بعد كده ان انا ايه اصغره. ادي كده يا بنات شكله كده بعد ما ايه، ما قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا قطعته كله، وبعدين بدأت ان انا اسويه، وبدأت ان انا اخد اول صاج انا شكلته يعني، هبدأ هو اللي اخده واسويه. طبعا الفرن بتاعك بيكون سخن، وبتكون كمان لو الفرن فيه مروحة بيكون حلو برضو، عشان يوزع الحرارة في الفرن كله ويسويلك الحاجة ويكون شكلها حلو، كلها تاخد لون واحد. ادي كده يا بنات وانا بسوي كده المنين بتاعنا ده، شكله كده في الفرن طبعا ما شاء الله كده شكله حلو. كمان كنت جايبه صينيه وحاولت كده ان انا اطلع فيها يعني شويه كده اللي احمروا اخدوا لون بايه، بطلعهم. هنا كان طبعا زي ما اقول لكم كده، كنت جايبه صينيه وكنت بطلع عليها، كنت اللي لاقيها اخدت لون يعني كده حلو بطلعها، مش هسيبها يعني في الصاج بتاعي لسه في مثلا جزء منهم بيكون لونه فاتح، فايه باخد لونه كده حلو واخد اللون اللي انا عايزاه بطلعه. ادي طبعا يا بنات الكميه كلها بعد ما استوت، ده شكلهم ما شاء الله، ال2 كيلو طلعوا لي كميه محترمه. وطبعا اللون كله زي ما انتم ما شايفين كده، اللون كله واحد يعني. وما شاء الله يعني ما بياخدش وقت كمان في السوا خالص، يعني ما بياخدش وقت خالص في السوا. هنا كنت بوريكم يعني الكمية وشكل كده المنين بتاعنا بعد ما استوى. وهنا نهاية الفيديو، مع السلامة.